تخيل انك في تانية ثانوي وفي وقت ما اصحابك كلهم قاعدين على القهوة او في السايبر، انت قاعد في اوضتك بتشرب شاي وبتخلص مشروع العميل في امريكا او في دول الخليج، وفي اخر الشهر بيجي لك مرتب بالدولار يمكن اكبر من مرتب ناس بقالها سنين متخرجة. الكلام ده مش خيال علمي، ده الواقع اللي بيحصل دلوقتي. لو انت في اعدادي او ثانوي السن ده هو منجم ذهب بالنسبة ليك لو عرفت تستغله صح. تعال اقول لك تعمل ايه بالظبط وتبدا ازاي. اول حاجه، ليه تبدا في السن ده؟ لانك دلوقتي ما عندكش اي مسؤوليات، مش مطلوب منك تدفع ايجار ولا ميه ولا غاز ولا تصرف على حد، وغالبا البيت عندك مش طالب انك تنزل تشتغل وتساعدهم في المصاريف. وده معناه ان مخك لسه عامل زي الاسفنجه، بيمتص المعلومه في ثواني. المهاره اللي تاخد من واحد كبير شهرين عشان يفهمها انت ممكن تخلصها في اسبوعين اتنين. لو بدات تتعلم مهارات دلوقتي وفي السن ده، لما تكبر وتتخرج من جامعه هيكون عندك خبره 8 و10 سنين شغل. متخيل شكلك في سوق العمل وقتها هيبقى عامل ازاي؟ طب يا بيشو عمال تكلمنا على المهارات المهارات المهارات، طيب ايه المهارات اللي بتجيب فلوس؟ انت عندك الاف بل عشرات الالاف من المهارات حوالين العالم اللي ممكن تدخلك فلوس. تعال نتكلم في كام واحده منهم بارقام واقعيه. اول مهاره واللي انا بحبها جدا هي المونتاج او الفيديو اديتنج. العالم كله بقى فيديوهات، والسوشيال ميديا هي اكبر مثال على حاجه زي كده، وسوق صناعه الفيديوز بيكبر يوم عن يوم. لو اتعلمت برامج بسيطه زي بريمير برو على الكمبيوتر او كاب كات على التليفون عشان تعدل فيديوهاتك، انت هيبقى معاك سلاح في جيبك حرفيا. احب اقول لك ان المونتير المبتدئ بيبدا من 300 ل 500 دولار في الشهر، لو مثلا شغال مع يوتيوبر او مع شركه ستارت اب، اللي هم بالمصري تقريبا 15 ل 25000. كل ده وانت لسه طالب. تاني مهاره هنتكلم عليها هي التصميم او الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين فيه اقسام كتير، ولكن لو مسكنا قسم بسيط زي اللوجو وانت بقيت لوجو ديزاينر، احب اقول لك ان اللوجو الواحد لمحل او براند ممكن يتباع من اول 500 جنيه ويوصل لكذا الف. تخيل لو عملت 5 لوجوهات في الشهر وانت بتذاكر الواحد فيهم ب 1000 جنيه. الموضوع بسيط وسهل، بس محتاج ان انت تتعب شويه وتذاكر المهاره دي. ثالث مهاره هتكلم عليها، واللي بالمناسبه انا مش بتكلم بالترتيب، وفي الاف المهارات زي ما قلنا غير المهارات دي، لكن انا حبيت اركز على دول بالذات لانهم سهلين ان انت تتعلمهم وتبدا تشتغل بيهم فورا، حتى وانت طالب ومش معاك بطاقه او حساب بنكي. الحاجات دي كلها سهله وليها حلول كتير. ثالث مهاره بقى هنتكلم عليها هي البرمجه. في مجالات كتير جدا تندرج تحت البروجرامينج فيلد او السوفت وير ديفلوبمنت، زي الموبايل ابلكيشنز والديسكتوب ابلكيشنز والويب ديفلوبمنت والجيم ديفلوبمنت الى اخره. ده غير المجالات الجديده بتاعت الاي اي زي الاي اي ديفلوبمنت والداتا اناليسيز والداتا ساينس والحاجات دي. لكن خلينا نمسك حاجه ونشتغل عليها. لو حضرتك اتعلمت ويب ديفلوبمنت النهارده وتعبت على نفسك كام شهر وتعلمت الادوات والمهارات بتاعت الويب ديفلوبمنت، تقدر بسهوله تشتغل كفريلانسر مبتدئ على موقع العمل الحر. لك ان تتخيل ان مواقع العمل الحر العالميه زي اب وورك وفريلانسر في مجال زي البرمجه بيحاسبك على الساعه الواحده تقريبا من 10 ل 20 دولار. يعني لو سيادتك اشتغلت 4 ساعات في اليوم على اقل تقدير 10 دولار، هيبقى معاك اخر اليوم 40 دولار. انت بتتكلم في دخل خيالي لواحد في سنك، لا لسه اتخرج ولا اشتغل. طب يا بيشو انا اقتنعت واتحمست ان المهاره مهمه وان انا محتاج ابدا اختار مهاره معينه واشتغل عليها واتعلمها. قول لي بقى ازاي هوفق بين المهاره والمذاكره؟ عارف انك هتقول لي يا بيشو المذاكره والدراسه واخده وقتي ومش عارف ايه والكلام ده. بص يا بطل، اليوم فيه 24 ساعه، لو شلت منهم 8 نوم و8 دروس ومدرسه هيتبقى لك 8 ساعات. خصص ساعة واحدة بس للمهارة دي في اليوم تتعلمها، أو ممكن تخصص 3 4 ساعات على بعض في نهاية الأسبوع تتعلم المهارة دي. دي طريقة ودي طريقة، والاتنين شغالين. أيوة يعني يا بيشو إيه الساعة دي هتعمل لي إيه يعني؟ أحب أقول لك إن الساعة دي كفيلة إن هي تخليك محترف في المهارة اللي أنت بتتعلمها في كام شهر بس. واحنا بنتكلم في ساعة انت تقدر تكون بتخلص دروسك ومذاكرتك بدري، او يكون عندك ايام انت فاضي فيها ومفيش دروس عليك فممكن تكون بتذاكر اكتر من ساعة. كل ما هتدي وقت وتطبيق عملي اكتر للموضوع، كل ما هتجني ثماره بدري وهتكون جاهز للشغل في اسرع وقت ممكن. وخليك عارف ان المذاكره بتامن شهادتك، لكن المهاره بتامن مستقبلك الوظيفي والمادي. وفي النهايه خليني اقول لك حاجه مهمه، الفكره مش في الفلوس وبس، الفكره في عقلك اللي بيكبر وشخصيتك اللي بتبقى اقوى بكتير من زمايلك. لما بتتعلم مهاره في السن اللي انت فيه ده، انت بتتعلم تتعامل مع ناس من جنسيات مختلفه، تحل مشاكل، تلتزم بمواعيد. مهارات كتير جدا هتستفيد منها وهتنمي شخصيتك من غير ما تحس. وصدقني دي الحاجات اللي بتبني انسان ناجح. ابدا النهارده وما تقولش انا لسه صغير، وافتكر ان اللي بداوا في سنك زمان هم اللي بيملكوا العالم دلوقتي. ما تنساش تقول لي في كومنت ايه اكتر مهاره شدت انتباهك وحابب انك تبدا تتعلمها. ما تنساش تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي قاعد على القهوه او ضايع في البلاي ستيشن، وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي.